هو اي نعم، انا ممثله وشاطره جدا في التمثيل، وبحب الممثلين جدا، وياما شفت ممثلين شاطرين جدا، بس براعه في التمثيل بالمنظر ده ما شفتش. شوفوا معايا الفيديو ده. حياتي كلها هتبقى واقفة على نتيجة العينة دي. حياتي كلها بمعنى الكلمة. اللي ما يعرفش مين دي واحده اسمها دنيا فؤاد. دي واحده طلعت على السوشيال ميديا من 3 سنين، كانت بتقول انها تعبانه وعندها كانسر، وانها بتتعالج وبتاخد كيماوي، وان شعرها وقع، وان حواجبها وقعت وكانت باينه انها تعبانه جدا، وكانت باينه في المستشفى ان هي بتتعالج وبتاخد الكيماوي، وكانت بتطلع على الميديا عشان تستعطف الناس، عشان خاطر تقول لهم انها تعبانه وان هم يتعاطفوا معاها. وبالفعل الناس كلها تعاطفت معاها، والناس كلها صدقتها، والناس كلها كانت متضايقه عشانها، وكانت بتدعي لها لان كمان كان عندها بنت، فكانت بتقول ادعوا لي وصلوا لي عشان خاطر ربنا يقويني بالسلامه عشان بنتي. كل الناس صدقتها وتعاطفت مع حالتها، بما فيهم تامر حسني شخصيا. متخيلين؟ فجأة بعد 3 سنين وهي بتقول الحوارات دي، واحدة صحفية اللي كانت متبنية حالتها طلعت قالت ان هي مش تعبانة. الصحفية دي نفسها هي اللي اتعاطفت معاها من 3 سنين، وطلعت قالت للناس ان هم يساعدوها وان هم يقفوا معاها. بعد كده اكتشفت بالصدفة انها مش مريضة كانسر، وانها بتدعي المرض عشان تلم تبرعات وتلم فلوس وتضحك بيهم على الناس. متخيلين احنا وصلنا لايه؟ متخيلين ان في ناس بتدعي على نفسها المرض وتقعد تقول ان هي تعبانه عشان خاطر تستعطف الناس وتلم فلوس وتسرق الناس؟ واتكشفت بالصدفه، هي اتقبض عليها خلاص. بس ايه ده بجد؟ ايه التمثيل ده؟ ايه الشطاره والبراعه في التمثيل دي؟ جبتيها منين يا بت؟ جبتيها منين؟ انا مش بدين حد، بس هل احنا وصلنا للمرحله دي ندعي على نفسنا المرض عشان الفلوس؟ ايه ده؟ احنا ازاي بنعمل كده؟ ده الواحد لما يدعي على نفسه يقول يا رب خدني، يا رب مش عارفه ايه، يا رب اموت، ويا رب ما يطلعش عليا نهار، يا رب مش عارفه ايه. اللي قدامك يقول لك لا ده بعد الشر عليك، يقول لك لا ده انت ما تدعيش على نفسك كده، انت بينك وبين نفسك تقول سامحني يا رب عشان خاطر انا بدعي على نفسي بالمنظر ده، ما ينفعش ان انا اقول كده على حياتي النعمه اللي ربنا ادهاني. ايه ده؟ طالعه بتستعطفي الناس بالمرض، بتجيبي لنفسك مرض عشان تاخدي فلوس من الناس. انت متخيله انت عملتي ايه؟ انتوا عارفين المشكله هنا مش فيها هي، يعني هي انا اسفه يعني في داهيه، في داهيه بجد حرفيا. انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان الناس بعد كده هتحرص وتعمل حسابها مليون مره قبل ما تدي تبرعات لحد، من كتر ما هتشك في كل حد يقول لها انا تعبان او محتاج حاجه. متخيلين ان في ناس كتيره قوي هتتاخد بذنبها؟ انت ازاي جالك قلب وعقل تعملي كده؟ ايه يا جماعه الجبروت ده؟ هو احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ ازاي وصلنا لمرحله ان احنا ندعي على نفسنا المرض عشان الفلوس والناس بتصدق؟ طب المشكله هنا في الناس؟ لا، المشكله مش في الناس، الناس غلابه وطيبين اللي اتعاطفوا معاها واتبرعوا لها. دي لمت ملايين وجابت شقه وجابت عربيه. الفكره بقى انها طلعت عملت فيديو قالت فيه ان هي مريضه نفسيا وانها بتتعالج، واعتذرت للناس وقالت لهم حقكم عليا، انا عارفه ان انا غلطت، ما كانش ينفع اقول كده. لما لقيت نفسها انها اتفضحت وان الصحفيه دي بلغت عنها وانها قالت انها فعلا ما عندهاش حاجه، لما لقيت نفسها اتحطت قدام الامر الواقع وان الامر اتفضح، فخلاص مش هتخبي، فطلعت قالت حقكم عليا، انا بعتذر لكم، بعتذر لكل الناس اللي اتبرعت لي، انا محتاجه علاج نفسي مش محتاجه علاج كيماوي. متخيلين انها كانت بتدهن وشها، يعني بتحط على حواجبها كريم اساس عشان تداري الحواجب، عشان توري للناس ان حواجبها يعني بعيد عنكم انها وقعت يعني بسبب الكيماوي بسبب المرض؟ هو احنا وصلنا للمرحله دي؟ هو في اسوأ من كده بجد؟ انا كل فيديو اطلع اقول لكم لما الاقي مصيبه او الاقي حاجه بتحصل يعني فيها حاجه لا تحتمل كده، البني ادمين مش قادرين يستوعبوها بعقلهم، اطلع اقول لكم هو في اسوأ من كده، في اسوأ من كده. كل مره اطلع اقول نفس الجمله. المشكله ان انا بعد كل فيديو بلاقي الاسوأ. انت كده انبسطتي؟ انت متخيله انك انت ممكن تتعبي بجد؟ على فكره هي كانت تعبانه قبل كده، يعني هي كانت تعبانه، المفروض للكلام اللي بيتقال انها كانت تعبانه قبل كده وخفت. بعد سنتين عدت الموضوع دوت والموضوع عدى وكل حاجه، جت بعد كده بقى طلعت الاشاعه دي عشان تلم فلوس من الناس.
يعني ده انت جربتي المرض، يعني جربتي المرض وبتدعي على نفسك تاني؟ ايه يا شيخة ده؟ ايه يا شيخة الجبروت ده؟ ويا ريتك اكتفيتي ان انت عملتي كده في نفسك، ده انت هتخلي كل الناس تشك بعد كده انهم يدوا اي فلوس ولا اي صدقة لحد تعبان او محتاج بجد. مش قادرة اقول لكم لا ادوا الناس وتعاملوا عادي بعد الموقف ده، وفي نفس الوقت يعني مش عارفة اقول لكم برضو حرصوا، لان حرام ممكن نحرم ناس ان هو نديهم صدقة او نديهم تبرعات. ربنا بقى عالم بالنيات وعالم بالقلوب وعالم بالتصرفات. ممكن احنا نتخدع وممكن يتمثل علينا، لكن ما اعتقدش ومستحيل ان ربنا يتمثل عليه. ربنا يكون في عونك ويرحمك من اللي انت هتشوفيه بعد كده بجد، مش تمثيل.